مهما يخترعوا ويعملوا اختراعات جديدة مفيش أحلى من كيس البسبوسة اللي بنجيبه من سوبر ماركت من بتاع زمان. هو أي نعم على قديمه، بس طعمه وريحة وظابطة مفيش بعد كده. تابعوا معايا الفيديو للآخر لأن النهاردة هنعمل البسبوسة بس بطريقة بقى حديثة شوية، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معانا جبت كده حله وضفت لها كوبايه من الحليب، هضيف عليهم كمان نص كوبايه من السكر، عليهم معلقه كبيره شويه من الفانيليا السايله. دايما بحب استخدم الفانيليا السايله في الحلويات خصوصا بتديني طعم اقوى. معلقه كبيره من الزبده او السمنه، هنضيف عليهم كمان نشا حوالي 3 معالق ممسوحين من النشا. هنبتدي الاول ندوب على البارد، يعني المكونات دي كلها هدوبها الاول على البارد لحد لما النشا يدوب خالص مع الحليب، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. جبت حله كمان عندي هضيف لها هضيف لها كوبايه ونص من الميه، هنضيف عليهم كمان كوبايه من السكر. دايما الشربات او العسل اللي بنضيفه على البسبوسه بيبقى الافضل ان هو يبقى خفيف شويه. هضيف عليهم كمان معلقه كبيره من الفانيليا، وهنرفع الحلتين دولت على النار. اول حله معانا اللي هي الكريمه الكدابه او القشطه الكدابه، هنفضل ندوب على الهادي لحد لما تتماسك معانا وتبقى معاكم بالشكل ده. يا سلام كمان لو عندك معلقه قشطه كبيره وضفتيها هتدي طعم حلو قوي. الحله التانية اللي هي الشربات هنرفعها على النار من غير ما نقلب خالص، تاخد غلوتين كده ونقفل عليها النار خالص. جبنا بقى كيس البسبوسه الحلو بتاعنا دوت المتوافر وموجود في اي سوبر ماركت كده بسيط هتلاقوه. هنضيف عليه هنضيف عليه كوبايه الا ربع من الزبده السايله، عليهم كمان معلقه كبيره من الفانيليا، بضايه واحده بس بدرجه حراره المطبخ، عليهم كمان علبه زبادي تكون صغيره. هضيف عليهم كمان معلقه كبيره من عسل الكلوكوز او عسل النحل او الشربات اللي احنا بنحضره للبسبوسه. اللي متوافر عندك في كل الحاجات اللي انا قلتها دي هتضيفيه، مش متوافر عندك ولا حاجه من الحاجات دي ما تضيفيش حاجه خالص. هنقلب تقليبتين، وخلي بالكم معايا هنا البسبوسه عامه ما بتحبش التقليب الكتير، يعني هي تقليبه التانية المكونات كلها دابت يبقى هي كده بقت تمام. طيب انا النهارده هختلف شوية، ليه؟ لان انا هعملها في طواجن، لكن انت لو حابة تعمليها في صينية، حابة تعمليها في طاجن كبير، زي ما تحبي انت اعملي اللي انت عايزاه. خدي الفكرة ونفذيها بالشكل اللي تحبيه او اللي يعجبك. بعمل طبقة من الزبدة الاول، وبعدين بجيب كمية البسبوسة بضيف طبقة بسيطة خالص الاول كده تحت، وبعدين هبتدي ان انا اجيب بقى القشطة الكدابة او الكريمة اللي احنا حضرناها ديت، اضيفها بقى في اكياس سندوتشات. انا هنا ضفتها في كيس سندوتشات علشان خاطر تبقى سهلة معايا، واعمل حشوة علشان يبقى طعمها حلو. بس عايزه هنا اوضح لكم حاجه مهمه جدا. انا بس كل اللي انا عايزه اقوله لكم ان البسبوسه بتحب الزبده قوي، يعني يا سلام سمنه كمان هتبقى حلو، لو سمنه بلدي تبقى احلى، بس ابعدوا عن فكره الزيت. متوافر عندك زبده مفيش مشكله، متوافر عندك سمنه مفيش مشكله. بعد كده بنعمل طبقه تانية من البسبوسه زي ما انتوا شفتوا كده معايا، بتدخل الفرن على الرف الاوسط درجه حراره 200 مده لا تقل عن 35 دقيقة لحد لما تاخد لون وتبقى معاكم بالشكل ده. البسبوسة بتبقى سخنة والشربات او العسل بيبقى سخن، بنضيف الاتنين على بعض وبنسيبهم يهدوا او يبردوا شوية كده، وتاكلوا بقى وتتبسطوا بقى. والله جميلة جميلة جميلة، الكريمة اللي جواها حلوة قوي قوي. عايزة اقول لكم لو ضفنا لها كمان معلقة كبيرة من القشطة هتبقى طعمها احلى واحلى. اتمنى انتوا كلكم جربوا وصفتي النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك كتير وشير كتير، بحب دايما كومنتاتكم الايجابية اللي زيكم. اشوفكم بكرة ان شاء الله في وصفة جديدة مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.